مزارع الصراصير يمكن شايفها غريبة بس فوائدها كثيرة. أول إشي يا عزيزي البروتين، فالصراصير بتحتوي على بروتينات عالية الجودة وهي بديل صحي ودائم للبروتين في اللحوم التقليدية اللي احنا بنستخدمها مثل لحوم البقر أو حتى لحوم الخرفان والغنم. وحسب منظمة الغذاء والدواء الأمريكية من هون ل 2050 رح يكون الصراصير هو مصدر البروتين الرئيسي للإنسان على كوكب الأرض. طبعا هسه يعني البنات قرفانات، بس خليني أطمنك وأحكي لك إنه شركات التجميل تستخدم الصراصير بالمكياج، لأنه الصراصير بتجدد البشرة وبتساعد على شفاء الجروح بشكل أسرع. وتخيل إنه الصراصير بتحول النفايات أو الزبالة يعني لسماد مفيد للنباتات، يعني من نفاياته إشي ضار لإشي مفيد جدا للنبات. بالإضافة إنه مسحوق الصراصير يستخدم كعلف مفيد جدا للحيوانات والأسماك. فمبدئيا يعني مش عارف كيف أحكي لك إياها، بس حاليا الصرصور أهم منك يا عزيزي وأهم مني. وصح، إذا أنت هسه قرفان كثير فحاب أحكي لك إنك أنت أكلت الصراصير قبل هيك وجربت طعمه، لأنه مستحيل تاكل شوكولاتة وما يكون فيها صراصير، لأنه الكاكاو ما حدا بيقدر يفصل عنه الصراصير بشكل كامل. فأنت جربت طعم الصراصير وعجبك طعمه، فأحكي لنا يعني ممكن تتقبلوا فكرة مزارع الصراصير ولا لا؟